قناة نيوز الفضائية. سؤالي فيما يتعلق بملفات الفساد التي شهدتها الحكومة السابقة، سرقة القرن ربما هي الأشهر، أيضا ملف تهريب النفط الذي تم الكشف عنه مؤخرا، بالإضافة إلى أموال السلة الغذائية. ملفات عديدة للفساد شهدتها حكومة السيد مصطفى الكاظمي. ما هي طبيعة الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة هذه الملفات؟ أيضا استرداد الأموال، هل هناك نية لتشكيل لجنة لمكافحة الفساد على غرار اللجان السابقة؟ نعم. الفساد هنا خلينا أولوية ضمن توجه له. من خلينا أولوية يعني مو شعار أو كلمة، لا، أكو برنامج عندنا. وبصراحة بدون إجراءات حقيقية تجاه هذه القضايا اللي ذكرتها حضرتك ما راح يكون أي قيمة لأي التزام أو أي خطاب على مكافحة الفساد الإداري والمالي. مجرد عبث هذا راح يصير. المواطن يريد يلمس أكو محاسبة وبنفس الوقت أكو استرداد للمال المنهوب. وفقرة استرداد المال المنهوب المسروق من الدولة العراقية من 2003 لحد الآن سوف يكون محور أساسي في تعاملنا مع كل دول المنطقة والعالم، في أي علاقة، في أي اتفاقية، في أي لقاء. هذا المحور سوف يكون حاضر. لن نسكت عن الأموال المسروقة والمنهوبة من الشعب العراقي واللي خرجت خارج العراق واللي هي